دكتور ايه يا عم؟ هو الدكتور مش عارف ان الهيموجلوبين اكتر من 10 10 ونص ما بياخدش؟ هو ما درسش؟ لا ازاي يا عم؟ ما الابريكس ده هيرفع لنا الضغط ويعمل لنا كاناليكيوليشن وبيبوظ الشعيرات الدمويه ايه ما درسش السايد افكتس بتاعت الاريثروبويتين؟ لا الدكاتره ما تعرفش. الله، امال منظمه الصحه العالميه بتنزل نشرات ليه وما احنا نقرا ايه؟ لا احنا عايزين نغسل للناس كلها. وبعدين عندنا مراكز بقى اللي جاله كرياتينين 3 يقول له استعد هتغسل، استعد هتغسل. والله العظيم لو الكرياتين بتاعك 3 قعدك 30 40 سنه من غير غسيل. ايه الجنان ده؟ ده في واحد الكرياتين 3 بعد سنتين يبقى كرياتين 4، بعد سنتين 4 كرياتين 5، بعد سنتين 3 كرياتين 6، بعد 10 سنين الكرياتين 7. وده انا مش قلقان منه حضرتك، ان شاء الله يوصل 10 15. انا مش قلقان ليه؟ لان هو عنده كرياتينين بيرتفع تدريجي فجسمه متكيف عليه، عمل اكوموديشن. اكوموديشن يعني ايه يا دكتور؟ يعني تكيف، واخد على كده. طب الكرياتينين عالي، انت مال اهلك؟ هو متظبط كده. هي دي مشكلتنا، ان احنا مش عارفين نعرف الفرق ما بين واحد كرونيك مزمن بقاله سنين جسمه خد على كده، وواحد جه فجأة كان اللي حصل ورم في الكلى ولا حصل هيدرونفروزس وفجأة الكرياتينين رفع بقى 10 12، مش هيستحمله. ده هيرجع ويظبطها وكده، ده بيغسل، ده حالة استثنائية، ويغسل مرة 2 3 لغاية ما نرجعه نعالجه تاني. الحمد لله والشكر لله قدرنا نعالج ناس بقى لها 5 سنين البول حشو كليه ضمرت رجعناها تاني سليمة بفضل الله سبحانه وتعالى، رجعناها ورحمنا الدنيا. يعني في مراكز كتير جدا ما كانش فيها مكان للغسيل النهارده فضيت. ليه فضيت؟ لأن الناس فاقت، الناس اتعلمت، الناس عرفت ان في بول بينزل. انا هديك 3 هدايا، 3 هدايا لله. في 3 حاجات، انا طبعا بدي 12 حاجه ترجع الكلى، لكن انا هديك 3 هدايا ترجع لك الكلى سليم. الهديه الاولانيه معلقه عسل صغيره، ما كانش عندك سكر يعني معلقه عسل صغيره وقطره من عصير ليمون وشويه ميه، سنه النبي محمد، كل ساعتين 3 عسل. ساعات انا بدي عليه خل اعشاب من عندي، ده بيرجع الكلى سليم. ادي العسل والخل والليمون. الهديه الثانيه اللي هي مغلي شعير وبقدونس، معلقه شعير بقشره ومعلقه بقدونس اخضر، كل ساعتين 3 كوبايه. طب انا مش هقدر على كوبايه، خليها نص. طب مش هقدر اعمل كل شويه، اعملهم كلهم حله الصبح، حطهم في ترمس وكل ساعتين 3 نص كوبايه. مغلي شعير وبقدونس كل ساعتين بيرجع الكلى سليمه خلال فتره ما يعني 5 6 اشهر ترجع الكلى سليمه تاني. احلى حاجه بقى معلقه او نص معلقه صمغ عربي ونص معلقه لبان ذكر، حطهم على شويه ميه من بالليل الصبح وحليهم لي بمعلقه عسل الصبح وقول بسم الله واشرب. والله العظيم والله العظيم ناس جات لي العياده البول كان متحاش بقاله 5 سنين، نزل البول حنفيه، نزل البول حنفيه وكليه صلحت. لا والمعجزه بقى، في واحده زرعت كلى وبعد 2 3 انتوا عارفين عمر الكليه المزروعه من 5 ل 10، لا دي بعد 2 3 الكليه اترفضت، راحوا فتحوا وبعدين عملوا لها كليه جديده ب250,000. بعد 2 3 شالوا الكليه الثانيه وعملوا لها كليه ثالثه، ما احنا هنقطع كلاوي الناس كلها. وبعدين جسمها بعد 3 4 سنين رفض الكليه الثالثه، شالوا الكليه الثالثه، ومن معجزات الله انها خدت النظام معانا والكليتين الاصليتين اشتغلوا. الكليتين الاصليتين اشتغلوا. المرضى علموني الادب. احنا دارسين في كليه الطب ان الكليه ما دام ضمرت خلاص حصل لها ديبوزيشن وفوكال جوليميرونيفرايتس وهبلوله وبعدين وخلاص مش هترجع. ده اللي درسناه. يبقى يا تزرع يا تغسل. طب جرب بقى ال3 حاجات من دول. طبعا هتيجي عندي بقى في غذاء الملكات بيرجع الكلى سليمه. الناس كرياتيننا 12، الاسبوع اللي بعده يبقى 10، الاسبوع اللي بعده يبقى 8، الاسبوع اللي بعده وهكذا، واحده واحده. طول ما انت عندك امل في الحياه وعايز تبقى انسان كويس هتخف. وبعدين يا سيدي انا في اول شهر بخليك تغسل مرتين في الاسبوع، والشهر اللي بعده بخليك تغسل مره واحده في الاسبوع، والشهر اللي بعده اقول لك يا تغسل يا ما تغسلش. اسوأ حاجه انك انت هتغسل مره واحده في الاسبوع، رضا يبقى عندك 6 ايام تشتغل تعيش تحس انك بني ادم، تتجوز تشتغل. لكن تعيش يوم غسيل ويوم نوم، يوم غسيل ويوم نوم، تقول لربنا ايه؟ هو ربنا خلقك هنا عشان تنام؟ مش معقول يعني. وبعدين يا ريت الغسيل بيضر الولد، بيخرب خزينة الدولة وبيكلفنا 36,000 جنيه كل سنة. لا ده بيموت الشخص، ده لا جواز ولا شغل ولا أمل في الحياة، انت موته. لما بتحول واحد لغسيل انت موته. ده غير الايدز اللي بتجيبوا له، ده غير شد المية. شد المية ده بقى حد صحيح. المفروض طبعا البني ادم ما دام بيتبول، ما دمت بتتبول اوعى حد يشد منك مية. ممنوع سحب المية ما دام المريض بيتبول. لا يسدوا من المريض ميه، لما يشدوا منه ميه يتشنج.
ويجي له شد عضلي. من كتر الشد العضلي بعد كده القلب يموت. عندنا اكتر من 60,000 واحد بيموتوا على مكن الغسيل كل سنه. وبعدين يقول لك اهو مات ريحنا. ناخد بقى طبعا احنا عاملين مع الاذاعه المصريه ان شاء الله حمله مع البرنامج العام لتصحيح مسار واعاده تقييم الغسيل الكلوي، حمله مع اذاعه البرنامج العام في مصر. ان شاء الله الاسابيع اللي جايه كلها هنتكلم في اعاده تقييم الغسيل الكلوي، ايه الاخطاء وايه البدائل. احنا بقى عايزين نعمل شوربه. لما بيجي مريض بقول له اعمل شوربه يتخيل ان الشوربه دي ايه؟ يعني شوربه فراخ، شوربه لحم. لا، عندنا شوربه بالنعناع، شوربه بارده. عندنا شوربه اسمها شوربه عدس، شوربه عدس بالجزر بالطماطم بالثوم. شوف بقى كلام، عدس بجزر بطماطم بثوم. عندنا شوربه بصل بس. يعني ايه بصل بس؟ يعني في ناس تخرط البصلايه مبشوره او تقطع بصلايه وتحط عليها شويه ميه وتحطها على البوتاجاز 5 دقائق. دي شوربه بصل من غير لحمه من غير فراخ. شوربه البصل دي هاضمه تساعد على النوم. لو انت يعني سلقت البصل دي نص سوا وكلتها وشربت شويه شوربه وحطيت عليهم لقمه كده، والله العظيم ده ساعات بعمل ده العشاء. والله العظيم هو ده العشاء. بصلايه شويه ميه وشويه 5 دقائق كده. لو عندك جزرايه زي بعض ولو عندك كوسيه زي بعض، ما عندكش غير بصلايه، شكرا. هاضمه تساعد على نوم هادئ. عايز تحط عليها خضار حطه بس، عايز تحط عليها لقمتين عيش حطه بس، ولا فيها فراخ ولا فيها لحم. شوربه الخضار العاديه بقى جزر وبصل وكذا وكذا